مدام ميا. يظهر لي ساعات قال برشا كلام، خلينا نرجع للاستفتاء والموضوع. يعني يظهر لي النظام الرئاسوي خلف كثير من المآسي في تونس، وخلف كثير من الحالات حتى النفسية. لكن حصر الرئيس في أنه باترون ولاءات هذا يبقى يخلينا في العهد البائد. احنا عملنا ثورة سي نور الدين، واحنا عملنا ثوره باش تكون عندنا رئيس من نوع اخر، حكومه من نوع اخرى ديمقراطيه، يعني مؤسسات اخرى الى اخره، بدون ولاءات. بدون ولاءات، وبالتالي فما تداخل. انت اذا كنت تحب تعمل انتخابات رئاسيه تكون انتخابات رئاسيه بالحق، تحب تعمل انتخابات رئاسيه وفي وضع ديمقراطي، ولكن تتحدث على ولاءات، فما برشا تداخل في كلامك. ما علينا. لا 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 استنى، ما علينا. لا ما هو فكريا المساله. لا مش فكريا، لا لانه المواطن التونسي لا نفسيه، المساله نفسيه، المساله نفسيه والاتفاقيه وضمانات. غادي نحكي على الضمانات جوستومون، خاطر انا اللي يتم انتخابها هي اليات وضمانات، هذيك هي الحياه السياسيه. والقول بالانتخابات الرئاسيه والتشريعيه والبرلمانيه في كل وقت، هذا يخلي ان سامحني انت صديقي وديما نتفاهم معك، ولكن يخلي وكانك تشعر ان الامر ماهوش الامر مستعصي في تونس. خلينا نمشيو خطيوه خطيوه. انا معك تماما في انه يلزم خريطه الطريق واضحه، ولما تتوضع خريطه الطريق باش يطمئن المواطن والناس الكل باش تنخرط في العمليه السياسيه اللي هو ما ينتظر كان باش ينخرط فيها. تفاعلا مع اللي سمعته في الخيان من مسؤولي الاحزاب حول الاستفتاء، هنا نقول انه القول بانه المجلس التاسيسي له شرعيه وبالتالي نسلموا له كل شيء، هذا لا اعتقد انه يرتكز على حاجه صلبه. احنا فوضنا له مهمه لكن ما قلنا لوش اقعد مدى الحياه. سنفوض له مهمه ولا سنفوض، معناها نتصوروا احنا في يوم 23 اكتوبر الشعب التونسي كلنا كتوانسه باش نختاروا مجلس تاسيسي. لا يكفي ان نكون انتخبناه حتى يبقى في المده اللي يحب عليها وحتى يعمل المهمه اللي يحب عليها. نحن انتخبناه ونطالبه بان يكون فكر المهمه هذيك، نحدوا له المسؤوليات، نحدوا له المسؤوليات ونحدوا له خاصه المهمه. انا نقول انه نجم في الاستفتاء فعلا في يوم الاقتراح ورقه اخرى المجلس التاسيسي يكون عنده 6 اشهر 9 اشهر او 12 شهر، وانا اعتقد هذه المده معقوله بكل التداخلات والتجاذبات والنقاشات ومهما كانت تركيبه المجلس التاسيسي، لانه فعلا سوف لن نبني من فراغ كما قال الاستاذ. وتونس عندها عراقه في الدستور، رغم ان دستورها ولا شيء يشبه لكل شيء الا للدستور، ولكن عندنا عراقه في هذا الامر. وكثير من الاطراف منهم الحزب الديمقراطي التقدمي، نعرف بكثير من الزملاء في احزاب اخرى عندها مشاريع دساتير، ويمكن لما نوجه النقاش حول هذه المساله ان نتقدم في هذا الموضوع. اذا هذا ممكن. لكن من ناحيه اخرى الشعب التونسي في حاجه انا في رايي الى امرين. الامر الاول هو القطيعه مع الماضي، يزينا من المآسي اللي عشناهم واللي مازلنا نشوفوا تعبيراتهم الى الان. مازال مش عرش الشعب التونسي حقيقه فما قطيعه، والقطيعه تحب لها وقت. وايضا في حاجه الى ان يقدم، يشوف الاستثمار، يشوف البطاله بدات تنقص، يشوف الحياه بدات ترجع كيما قبل يا سيدي، ما عادش نقولوا خير من قبل، مازال ترجع الوتيره نتاعها. وهذا يتطلب فريق، يعني حكومه ناجعه فاعله يمكن ان تقدم بالعمل في البلاد مهما كانت التجاذبات السياسيه. لهذا السبب انا اقول ان تحديد المهمه ايضا يخدم البلاد. الان موضوع الاستفتاء هو الاستفتاء استفتاءات، نستفتي على المده، نستفتي على الصلوحية، والأستاذ المزوغي جدنا استفتاء آخر هو على الدستور بعد أن يصاغ من طرف المجلس التأسيسي. هناك يمكن أن تكون هناك رؤية مختلفة. في حاجة يطالب بها التآلف هو شكل النظام ونوع النظام. هاي يعطيك الصحة. شكل النظام هو من صميم الدستور، وبالتالي من يصوغ الدستور سيطرح في نقاشه، هذيك هو عمق النقاش، هو طبيعة النظام، هو المسألة المحورية في موضوع الدستور، وبالتالي سيوكل للمجلس التأسيسي. إذا كان نعطيه الموضوع شكل النظام ما عادش عنده حتى داعي، فالمجلس التأسيسي يعني فما تداخل. أنا أعتقد أن المسألة واضحة، تحديد شكل النظام سيكون داخل المجلس التأسيسي عند صياغة الدستور. الآن كثير من التجارب أعتقد نستأنس بها في عديد من البلدان، حددوا نسبة مئوية من التصويت على الدستور داخل المجلس التأسيسي. إن لم تتحقق تلك النسبة المئوية نعود إلى الشعب للاستفتاء. وإذا كانت تحققت هذوما الناس اللي احنا انتخبناهم واعطيناهم ثقتنا
ونكبوا على هذا الموضوع نجموا نعطيهم ثقتنا اذا كان اتفقوا بنسبه معينه. في بلدان فما 65، في بلدان فما 70، في بلدان طرحوا 80%. على كل حال يمكن ان يكون هناك توافق وطني اولا، ثم بعد ذلك في داخل المجلس التاسيسي وننطلق، لانه زاد التونسي في حاجه الى انه يقدم الى المرحله القادمه. والمرحله القادمه سي نور الدين انا اعتقد انها تكون انتخابات برلمانيه او انتخابات رئاسيه وفق ما يطرحه الدستور، وهذاك اللي باش يحط البلاد على السكه كما قال احد الاخوين من الشعب اللي وقع محاورته، هذاك اللي باش يحط البلاد على السكه، وهذاك اللي يامن اليات الديمقراطيه المحليه والديمقراطيه دو بروكسيميتي اللي تحكي عليها، باش يامن هذاك الكل. في رايي ان نمشيو خطوه بخطوه، تنجم تكون الخطوات متقاربه حتى نربحوا الوقت، والتونسي في حاجه الى ربح الوقت، ولكن تونس في حاجه الى وضع اليات واضحه تمكن من ارساء ديمقراطيه حقيقيه. مدام ميا، ما هو تعليقك على اللي جاء على لسان سي عبد العزيز وقت اللي قال معناها انتخابات المجلس التاسيسي ننتخبوه المجلس التاسيسي، ثم هنالك امكانيه ان تواصل الحكومه الحاليه الاطلاع بالحكم مع المجلس التاسيسي المنتخب؟ ماني جاوبت عليها بطريقه ملتويه. يا اخي انت جديتني. للسلطات هذاك هو على كل حال للسلطات. التوانسه في حاجه الى حكومه فاعله وناجعه وتعبر حقيقه على القطع مع الماضي. هناك كثير من الايجابيات التي تحققت في هذه الفتره رغم كل السلبيات اللي نحكي عليها. هناك كثير من الايجابيات في حاجه الى انها الشعب التونسي يشعر ان فما تواصل. الان تمدد الحكومه او لا تمدد، هذيك مسألة أعتقد على أهميتها تبقى مسألة تفصيلية. المفيد أن الحكومة تقوم بدورها خارج المجلس التأسيسي. أنا أعتقد أنها مسألة مهمة. هذه شكون التركيبة يمكن النظر فيها.